المدرسين زعلانين من القرارات الجديدة لوزير التعليم. المدرس ظالم ولا مظلوم يا جماعة؟ في ناس هتدخل تقول المدرس مظلوم، وفي ناس هتدخل تقول لي المدرس ظالم. صح ولا غلط؟ صح. طيب المدرس مظلوم لما نيجي نشوف الراتب بتاعه عاد يتعدل في برضه نقول اللي لنا واللي علينا عشان يعرف يعيش عيشة كريمة. بس المدرس لما اتظلم في المرتب ظلم تلاميذ وظلم أولياء الأمور. قول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. المدرس كل همه زعلان المرتب قليل، والمدرس عاوز المرتب بتاعه مثلا يبقى 7 يبقى 8، يبقى نقول مثلا 6 7 8 10 هنقول كده. المدرس هنا بيقول لك انا مظلوم في المرتب بتاعي. طب انا هعمل ايه؟ انا هدي دروس وهدي في سناتر عشان انا عاوز اعيش. لما هو يدي دروس ويدي في سناتر ويدي مش يدخل له 7 و8، ويدخل له 15 ويدخل له 20 ويدخل له 30، واخواتنا بتوع الثانوي يدخل له 40 ويدخل له 50 وكله يا معلم يزيد. دي هنا مش اللي انت عاوز تعيش حياة كريمة. لا خلاص، احنا هنا دخلنا في مجال اللي خلاص اللي انا بقى خلاص عديت الفلنجات بقى. خلاص انا مش مكفيني 10، لا مش مكفيني 15، مش مكفيني 20، مش مكفيني 30، مش مكفيني 50. ومتبقى ايه بقى؟ بقينا اتسعرنا في الدروس الخصوصية، اتسعرنا في السناتر. بقيت انا دلوقتي اللي ما ياخدش عندي درس هيسقط اعمال سنة. المدرس دلوقتي والمدرسة الا من رحم ربي، في ناس طبعا بس دول يتعدوا على الصوابع، كل مدرسة تعد على الصوابع. المدرسين بيتخانقوا على الفصول والدروس والنسب. مش مشكلة العيل يتعلم، ما تجيش تقول لي التعليم ما هو ما فيش تعليم واللي ليلي. لا، ما هو نفس المدرس اللي بيشتكي الفصل فيه 120 هو نفس المدرس اللي بيدي في السنتر اللي فيه 300. بس هنا بيدفع في الحصة 30 جنيه 40 جنيه. هنقول في 20 في 50 عيل في 80 عيل سبوبة حلوة، ساعة. ربنا يرزقه. بس مش اسلوب حياة. ولما يجي واحد بتاع فرنساوي يولع لك في الشهادة يقول لك وانا انا نسيت اقول لك حاجة سعادتك. الدين ما بيضافش على المجموع. مادة الدين ما بتضافش على المجموع. يا اللي زعلان على مادة الفرنساوي والفلسفة ومش عارف ايه وايه، الدين ما بيضافش على المجموع. الدين اللي هو اساس الحياة ما بيضافش على المجموع. الاصول بقى ايه بقى؟ الرسم ما بيضافش على المجموع، الموسيقى ما بيضافش على المجموع، التربية الرياضية ما بيضافش على المجموع. طب كده المدرس يعمل ايه بقى بدول؟ يعملوا ايه؟ عايشين ومتأقلم وشايف دنيته. انا ما بهاجمكش على فكرة، ما بهاجمكش، بس انا بقول لك الدولة لو خلت للمدرس مرتبه 10,000 جنيه مش هيرضى. وقالت له ما تديش دروس، والله ما هيرضى. ليه؟ هو خد على 15 وخد على 20 وخد على 30 وخد على اللي ايه؟ السنات اللي نطلع من السنتر ده نخش السنتر ده ندي في الاستاد ده نعمل هنا. ومهما الدولة تحاول تطور في التعليم هتلاقيها بتتهاجم، وهتلاقي الدولة بتتهاجم مهاجمة. هم ما شافوش الراجل عاوز يعمل ايه، ما شافوهوش، هو مهاجمة. يعني انت ولي الامر اللي هو بيشتكي من دفع الفلوس للدروس هو اللي بيهاجم وزير التعليم، يقول لك مفيش تعليم. يعني هو السناتر. انا عاوزك تجيب لي العيال اللي نجحت في ثانوي وجايبه درجات عليا، بص موجهه لرئيس الوزراء ووزير التعليم. العيال اللي طلعت في ثانوي نجحت جايبه 90 و95، انا عاوزك تجيبهم كده في مدرج جامعه واعمل لهم امتحان اللي هم جايبين فيه تقدير. لو طلع لك منهم 5 يا ابن عمي بحق ربنا كلهم كانوا واخدين الامتحان، يا حاطط سماعه في ودنه يا شاري الامتحان، الا ما رحم ربي. في ولادنا مجتهدين طبعا، بس في ايه؟ السماعات كانت شغاله السنه دي على ودنه، السماعات كانت شغاله على ودنه، مش نضحك على بعض. قمت الدوله لما تتحرك عشان تحسن في التعليم بتتهاجم. بقول لك المدرس لو بقي المرتب بتاعه 10 مش هيوافق. ما هو الدروس بتجيب له كام؟ بتجيب له الوفات.
والدور مدرس اللي بيعيش في دور المظلوميه ويقول لك انا مرتبي دلوقتي مرتبات 5 6 7، بيقول لك ما يعملوليش حاجه. انا عاوز اقول له هو نفس المدرس اللي بيدي دروس، واخد لي بالك، بيقفل له 20,000 في الشهر. والله، وفي ناس بتقفل 25 و30,000 من سبوبه الدروس الخصوصيه. قمت الدروس الخصوصيه والسناتر هتقعد متحاربه ويحاربوا في الوزير ده، بص، من كل حته. بقول لك النهارده واحد طالع على الفيس بيولع في الشهاده فرنساوي. طب هو يا باشا، هو الراجل قال لك انت مرفوض، انت مرفوض، ما تجيش بكره، ما تجيش، انت موجود في المدرسه بتاخد مرتب. لكن هو لا، واحد تاني بيقول لك انا اجرت سنتر وطالع يعيط وهو بيفتخر بيقول لك انا اجرت سنتر. ولادنا ما بيروحوا يروحوا مدارس، ولادنا بيروحوا سناتر، ما بقيش فيه تعليم. ولما الراجل يحب يعمل حاجه بيتهاجم. ما تسمعوش كلام حد، عشان دي سبوبه ودايره. والمدرس لو فضل لو قالوا له الراتب 10,000 15,000 ما تديش دروس، مش هيرضى. اتحداك والله ما يرضى. صباح الفل، ربنا يسترها علينا وعليكم.